الذي دعا إلى تنزيل ما قررناه في المجلس الوطني الأخير في 1 مارس، وهو إحياء هذا اليوم ومواصلة النضال مع شعبنا في فلسطين من أجل أن تزول هذه الغربة وأن يوضع لهذه المأساة التي تعيشها غزة اليوم عنوان لمأساة مزدوجة بالنسبة لنا. هي أولا مأساة للصحفيات والصحفيين وحوافل الشهداء الذين فقدوا، وهي سابقة كما قلت في الثانية بهذا العدد بهذه الطريقة التي تقتل بها الصحفيات والصحفيين، ولهذا نعتبر أن دمهم بيننا وبين الديان والرسالة الثانية هو أن شعبنا أبان عن قدرته الخارقة فيما يتعلق بالتضامن مع هذا الشعب إلى جانب قيادته التي أدارت كل الأزمات بحكمة وحافظت على المبدأ الأساسي وهو نصرة الأهالي في فلسطين وتعاملت مع المعطيات الدولية. لهذا نقول على أننا في هذه الحالة نمثل ما يشهد لنا به الفلسطينيون سواء من المسلمين أو من الشعب، على أننا شعب لا يزين في هذه القضية، شعب لا يتجه في هذه القضية، بل يدافع عن هذه القلب ويحاول أن يرى النور في نهاية النفق. لهذا نقول على أن هذا اليوم هو نداء من المغرب ومن مقر الوطني للصحافة المغربية لكل أحرار العالم بأن يستيقظوا مرة ثانية لإيقاف هذه الآلة الجهنمية لنكتشف كم كنا سيئين فيما يتعلق بنصرة من مات ومن يوجد تحت الأنقاض ومن يعيش على الشرور.